65 فريق شعب شغوف بكرة القدم، شعب عاش اضطهاد من الامريكان، من ايران، من داعش، شعب في حصار، تتمنى له الفرحة والفوز. اذا تمنى له الشيخ حمد بن خليفة، ترى حتى اخوان عمانيين من ممكن ما قالوا على الهواء، واحنا فعلا نتمنى لهم ما نقلل في العراق. هذه اصلا مش مباراة كرة قدم، المباراة هذه مباراة احتفالية بعودة العراق للحضن الخليجي، للشعب الخليجي، مباراة بين الشعوب الخليجية. فكلام حمد خليفة ما يقلل من أي دولة، سواء لو حتى لو قطر والله احنا بعد خسارات مباراة قطر خالد حطينا أغاني عراقية، حطينا أغاني عراقية واحتفلنا ولا قلنا ولا لمنا منتخبنا ولا 6-7 دقائق أغاني عراقية على الهواء، أغاني عراقية الربع بعد والله غير منتخبنا. يا أخي غير هناك المرأة العجوز والشيبة والصغير والكبير، غير الشعب. أنا والله تمنيت البطولات كلها هناك، شغف مباراتين في نفس التوقيت الساعة 6، المباراة فيه 65,000 متفرج وهنا مباراة فيه 30,000 متفرج. معنى المباراة فيه 30,000 متفرج ما في فريق عراقي، بس جايين يدعمون البطولة، ينجحوا البطولة. شعب شغوف بكرة القدم، شيء ما شفناه في كل بطولات الخليج. احنا كل بطولات الخليج اللي ذكرها خالد جاسم ملاعب 3000 و5000 و2000 في بعض المباريات، هذه مباراة حضر لها 300,000. وقبلها بليل احنا ندري انه بيصير الزحمه، وقلنا يا اخوان اللي ما عنده تذكره لا يحضر، وقلنا حتى حق العمانيه ترى انتم 5000 واجد، ترى بس 2000 رمزي، لان يعني هي رمزيه، لان حتى ال 5000 بتضيع بين ال 65,000. فالمباراه ابعد من مباراه كاس، ومباراه ابعد منها 90 دقيقه، لها ابعاد اخرى. فلذلك الشيخ حمد خليفه لما يتكلم انا اتفق مع رايه 100%. قرار حكمة وكلمة كلمة فيها مجاملة، أوكي ما يمنع المجاملة، مطلوبة في عند كل الناس، مطلوبة المجاملة مش نفاق، المجاملة ساعات في محلها تجي صح وحين الصح. فلا حد يزعل على الشيخ حمد خليفة، صح رئيس اتحاد خليجي لكن رئيس اتحاد قطري ونفتخر به ونعم فيه حقيقة. على فكرة نقطة وايد مهمة هذه، موضوع إن احنا حطينا بعد مباراة منتخبنا مع العراق حطينا أغاني عراقية، والبعض هنا عتب علينا وزعلوا علينا وعصبوا علينا وانتقدونا. وعلى فكرة واللي انتقدنا بعد نحترم انتقاده، احنا في النهاية نعمل، ومثل ما احنا قاعدين وعايشين الوضع ترى نتأثر، احنا بشر يعني إنسان في النهاية. منتخبنا رايح إلى العراق بمنتخب صف ثاني، وحتى احنا مش متوقعين أصلا نتأهل للدور اللي بعده، ولعبوا وأدوا مباراة طيبة واللهم لك الحمد، بطولة ممتازة. قبل المباراة كنا نقول احنا حتى حق اخواننا العراقيين بنفوز عليكم، وكنا نتحداهم صحيح بالصوت والصورة. ولما عبد الله لو سمحت شوي بعد اذنك، ولما المنتخب العراقي فاز علينا بعد المباراة احتفلنا فيهم، وعرفنا ان احنا احتفالنا فيهم ما راح يستنقص منا ولا راح يعني يستنقص من بلادنا او منتخبنا او شيء، لان المباراة وانتهت. فيعني أنا آسف يعني إذا خسرنا وطلعنا يعني نفتحها عزة، لا خلاص طلعنا، ما الله كتب لنا نفوز على المنتخب العراقي صح، لكن في كل الأحوال احتفلنا بالعراقيين. لما احتفلنا بالعراقيين، العراقيين اعتبرونا أن احنا فايزين، وهذه رسالة إنسانية اجتماعية لابد أن نوضح. كرة القدم مش بس قصة منافسة في مستطيل أخضر، قد ما هي عملية إنسانية، عملية اجتماعية، عملية تواصل بين مجتمعات، عملية أن أنا أنقل صورة طيبة عن بلادي. فحتى اللي عاتبونا نقول احنا نتقبل رايهم وعلى العين والراس، ومن حقه، هذه بلاده في النهاية، من حقه يقول فينا اللي يقوله، حقك، ما راح نزعل. لأن قلت لكم احنا نعمل رأي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غير خطأ يحتمل الصواب. يمكن أنا سويته غلط، لكن القصد لما الأعمال بالنيات، إن أنا مش قصدي والله إن أنا فرحان إن منتخب بلادي وخسران، لا، فرحان لهم، ناس يستاهلون. ليش احنا دائما نقول لكم ناس يستاهلون؟ لأن عشنا بينهم. ترى كل من راح العراق وعاش بينهم يعرف المعنى الكلام اللي احنا نقوله، وربعنا واهلنا واخواننا اللي يقنصون في العراق يعرفون الكلام اللي احنا نقوله. ترى من تقول له انا قطري، والله انه يفتح لك 1000 باب، 1000 باب ينفتح قدامك كل يوم، بس انك ترجع الى قطر. واخواننا الخليجيين رحبوا بكل خليج، نعم، رحبوا في الكويتيين، في السعوديين، في الاماراتيين، كل عايش مبسوط وفرحان ومرتاح. احنا يوم رحنا العراق يا الربع، ترى ما صرفنا فلوس. ترى انا يعني مش قصه ان انا الحين يعني ما ادري شو اوصف لكم اياها، البعض انا عارف يفكر لا ما خلونا نشتري الشيء مو بكيفك.
كلنا بيطلق وكلنا مدري يتهاوش، عيب علينا ما خلونا ندفع. 18 يوم كله ذبح. 18 يوم. والله انا اروح المطاعم والله نفس الشيء. انا بس بوصل فكره، بس امشي لكم الحلقه، بوصل فكره. يتهاوشون عندي من اللي بيجيب العيش بكره والذبيحه وكذا. في ايام تجينا 3 ذبايح 3 عزايم، احنا نقول الحمد لله ترى في النهايه احنا عندنا خير اللهم لك الحمد وعندنا ميزانيتنا، لكن ما خلونا نصرف. والله والنعم فيهم. فانت اليوم اذا ناس يكرمونك وناس يحترمونك وناس مقدرينك وناس حاطينك فوق راسهم، يعني اسف تف عليهم، هاي مش طبعك. صحيح. ولا اللي تربينا عليه. وانا متاكد انتم تعلمونا، احنا نتعلم منكم اصلا. فباختصار اللي انتقدنا على العين والراس، حبينا نوضح النقاط كلها، وارجو ثم ارجو ثم ارجو من الشعوب لا تلتفتون الى من يحاول ان يزرع الفتنه بينكم. لها مردود بعيد، مش مردود حق الحين بس، هو مردود بعيد يخليني اكسي عليك وتكسي علي. يصير بيننا كراهيه، يصير بيننا بعد، يصير كل واحد فينا شايل في قلبه على الثاني. العتب مقبول، بالعكس انا احب العتب، وزين انه طلع هالشيء حتى احنا بعد نوضح لكم، لان نعزكم ونحترمكم. لو انتم ما تعتبرون ان احنا اهلكم ورابعكم والقناه قناتكم ما عتبتونا، انا متاكد. ولو احنا ما نعزكم ونحبكم ونقدركم، بعد احنا في نفس الوقت ما وضحنا، صح ولا لا؟ ترى انا مش مطلوب مني اني اوضح، لكن محبه وتقديرا لكم وللبعض اللي اساء الفهم او اللي وصلت الصوره غلط او حبيت اوضح لكم الموضوع. فاتمنى تتقبلون منا هذا التوضيح. مباريات بكره